السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا بالف خير. في هذا الفيديو غنهضروا على عز الدين أناحي وسفيان أمرابط، وغادي نشوفوا شكون هما الانديه اللي باغيين يتعاقدوا معاهم، وكذلك غادي نشوفوا الصحافه العالميه وشنو كتقول على المنتخب المغربي، وهذا الشيء غيكون باختصار كيف العاده. والبدايه غادي تكون مع عز الدين أناحي. كيف ما سبق لينا وذكرنا في فيديو سابق ان صحيفه موندو ديبورتيفو الاسبانيه دارت تقرير على عز الدين أناحي، وقالت ان نادي برشلونه باغي يتعاقد مع عز الدين أناحي. الجديد اليوم هو ان صحيفه ليكيب الفرنسيه حتى هي دارت واحد التقرير على عز الدين أناحي، وقالت باللي نادي ليستر سيتي الانجليزي على استعداد لتقديم عرض للاعب المغربي بقيمه 45 مليون يورو، وهذه الحاجه اللي غتصعب الامر على نادي برشلونه حسب ما نشرته صحيفه موندو ديبورتيفو. كاينه اخبار اخرى والمفاد ديالها هي ان جوج ديال الانديه اخرى انجليزيه باغا عز الدين أناحي، وهي نادي ويست هام يونايتد ونادي ويلفرهامبتون. ولكن الخبر ديال الاهتمام ديال هاد الجوج ديال الانديه غير مؤكد، حيت المصادر اللي تناقلات الخبر هي مصادر محليه، على عكس الخبر اللي كيخص اهتمام البارسا وليستر سيتي اللي تناقلاته صحف عالميه. في الاخير ما تنساوش تقولوا لنا من نادي كيبان لكم هو الانسب لعز الدين أناحي. انا كيبان لي ان نادي برشلونه هو الانسب والاقرب لعز الدين أناحي، بحكم ان اللاعب كيميل اللاعب الفني، يعني عزيز عليه ضربه كيف قلت لكم، كيعتمد على الفنيات بزاف، والفريق اللي عنده هذا الستايل ديال اللعب هو البارسا. اما بخصوص سفيان امرابط فبعد ما كان الاسم ديالو مرتبط بكل من نادي ليفربول واتلتيكو مدريد، دخل على الخط نادي جديد وهو نادي توتنهام الانجليزي. فحسب تقرير أورده موقع فوتبول إيطاليا، فإن توتنهام تحضر عرضا بقيمة 50 مليون يورو للتعاقد مع أمرابط. وأوضح الموقع أن نادي فيرونتينا الإيطالي ما باغيش يستغنى على الخدمات ديال سفيان أمرابط. وأضاف الموقع أن العروض الكثيرة اللي كتنهال على اللاعب المغربي غتفرض على النادي الإيطالي يتخلى عليه. وأضاف الموقع في التقرير اللي داروا أن توتنهام أصبح الأكثر إصرارا على ضم اللاعب المغربي، وهذا الشيء بتوصية من مدرب النادي أنطونيو كونتي، واللي سبق لي عبر على الإعجاب ديالو باللاعب المغربي. اذا هادشي اللي كاين بخصوص سفيان امرابط، حتى هو قولوا لي النادي اللي كتمناو تشوفوه فيه. ندوزو للمنتخب المغربي واللي عنده مباراه ديال الترتيب غدا ان شاء الله، كنتمناو ليه كل التوفيق، وان شاء الله نكونوا حنا الثالثين عالميا. وحسب ما قال والد الركراكي، غانم سايس غادي يكون غائب على المباراه ديال غدا. ندوزو للصحف العالميه ونشوفوا شنو قالت على المنتخب المغربي. نبداو بصحيفه ماركا واللي كتبات ان المغرب صمد في مواجهه القوه الاوروبيه التقليديه، وقالت بلي المنتخب المغربي يمكن ليه ينافس على الرتبه الرابعه او الثالثه وهو مرفوع الراس. وكذلك اكدوا بلي المنتخب المغربي ما وصلش لهنا، يعني النصف النهائي بصدفه، بالعكس هو كان كيستحق يكون هنا، يعني يكون في النصف النهائي. هادشي اللي قال. واهم حاجه قالها كاتب المقال هي ان المنتخب المغربي هزم في النتيجه ولم يهزم على ارضيه الملعب. هذه عندها بزاف ديال المعاني، ولا تعمقنا فيها مزيان غادي نخرجوا في نظريه المؤامره، واللي كاع التساؤلات وكاع الطرق كتدي ليها. ومن ابرز هاد التساؤلات ومن هاد التساؤلات وهاد الامور هذه هي تعيين هذا الحكم هذا اللي هو اضعف حكم في المونديال من ناحيه الاحصائيات، يعني ما كيصفرش بزاف، ما عندوش الشخصيه ديال انه يصفر على بيلانتي وسط الكاري ولا يعطيك خطا. الا قلبتوا على الاحصائيات ديال الحكم هذا غتلقاوه من اضعف الحكام في المونديال. والحاجه الثانيه عدم حضور العائله الحاكمه في قطر. كاع المباريات ديال المنتخب المغربي حضروا فيها الا هذه، والحضور ديال ماكرون علاش ما حضرش في المباراه اللي قبل. والحاجه الاهم هي تصريح كولين رئيس لجنه التحكيم في الفيفا، واللي قال باللي مازال كاينين حكام كيكيلوا بمكيالين. فهمها الاساس انه سواء كانت نظريه المؤامره، الحاجه اللي واضحه وباينه هي انه كان ظلم تحكيمي كبير، هذه ما فيهاش النقاش. ولكن الحاجه اللي بغيت نقول لكم هي انه سواء كانت نظريه المؤامره او لا، فالناس اللي كيقولوا لكم راه الماتش يقدر يتعاود يقدر كذا، راه غير كيكذبوا عليك. من سابع المستحيلات ان الماتش يتعاود، واقصى اجراء تقدر تاخذوا الفيفا هي يبعدوا الحكم المكسيك. نسدوا هذا القوس اللي كيطرح بزاف ديال الاسئله، ولا تعمقتي فيها غيضرك راسك. ندوزوا لصحيفه اس واللي حتى هي كتبات وقالت ان المنتخب المغربي دون الاسم ديالو او لا كتب الاسم ديالو بحروف من ذهب سجلات المونديال، وقالوا باللي وليد الركراكي هو الاكتشاف ديال المونديال، واكدوا انه شكل فريق صنع التاريخ. وفي الاخر كتبات جريده اس كلنا نرفع القبعه لهذا المنتخب المغربي. عرفتوا الاخوان، لاحظت واحد الحاجه من الصحف ومن الصدمه ديالهم ومن كيفاش منتخب من الدول ديال العالم الثالث كما كيقولوا لينا بين قوسين، واحد الاستغراب، يعني بحال الا حنا ماشي من حقنا نحلموا بهذاك الكاس، ماشي من حق شي دوله افريقيه او عربيه تاخذ هذاك الكاس. شي حاجه جاتهم غريبه، مع العلم ان فرنسا تقريبا كامله اللاعبين ديالها من اصول افريقيه. والله الا واحد الاستغراب عجيب، كيستغربوا جاتهم في اشكال. هذا الشيء علاش خصنا نحييو المنتخب المغربي اللي كسر هذيك القاعده وهرس هذيك الصوره وعطى رسائل قويه باللي منتخب افريقي يقدر ياخذ كاس العالم مستقبلا، وعلاش لا نكونوا حنا نيت. اذا هذا الشيء اللي كاين خوتي، كنتمناو التوفيق للمنتخب المغربي في المباراه ديال غدا. صلوا على رسول الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وتفاءلوا خيرا تجدوا.